انا عايز اشتغل واقبض فلوس كويسه وفلوس كتيره، ويا سلام لو فلوس كتيره من غير ما ابذل مجهود قوي ومن غير ما اتعب. يا ترى نشتغل ايه؟ سمعت ان البرمجه بتكسب فلوس كويس. خلاص سهله، يلا نشتغل برمجه، نتعلم برمجه دلوقتي حالا ويلا بينا نشتغل برمجه على طول. خساره، بس طلعت البرمجه صعبه، بروبلم سولفنج وتعب ومجهود وزهق. لا صعبه البرمجه. طب نتصرف ازاي دلوقتي؟ نتعلم مونتاج، سهله، يلا حالا دلوقتي نتعلم مونتاج ونجرب ونشوف هنمشي ازاي، يلا بينا. بس المونتاج ملل، لازم تقعد كتير وتاخد وقت كبير وانت بتمنتج وبتجيب حاجات كتير وتركبها فوق بعضها، لا رخمه بايخه. بس خلاص جت في بالي، احنا نتعلم كتابه المحتوى ونشتغل في السوشيال ميديا. يلا بينا يابا، يلا بينا. بس مجال السوشيال ميديا وبقى فيه ناس كتير قوي، هنلاقي وظايف ازاي دلوقتي من المجال الكتير ده كله؟ طب نعمل ايه؟ بس خلاص عرفت، نتعلم انجليزي ونكتب بقى ترجمه ونترجم بقى كتب ونشتغل بقى مع الناس اللي بتفهم، نشتغل بقى بره بقى مع الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتدفع فلوس كويسه. صح كده، هو ده. اتعلمت انجليزي وعارف انجليزي، بس عشان نشتغل في الموضوع ده محتاجين وقت، يعني مشيت شويه بس احنا كده محتاجين وقت شويه. طب هنتصرف ازاي يعني؟ نتعلم بقى ايه دلوقتي؟ نتعلم ايه؟ طب انا دلوقتي عارف برمجه وعارف مونتاج وعارف جرافيكس وعارف سوشيال ميديا وعارف ترجمه وبلعب جيم وبلعب كوره وبجيب جوان وبنط الحبل وبعمل كل الحاجات دي. هشتغل بقى ايه بقى في الكلام ده كله؟ يعني هشتغلهم انا ازاي؟ طب اختار ايه فيهم؟ مش عارف اتصرف انا دلوقتي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا اتصرف ازاي دلوقتي؟ اعمل ايه يا ربي؟ مش عارف اشتغل ومفيش شغل، مش هنشتغل في البلد دي بالطريقه دي. طب حد يختار لي. طب يعني اختاروا لي انتوا، طيب قولوا لي، طب اشتغل ايه ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف. طبعا الحال اللي احنا شفناه دلوقتي ده في ناس كتير مننا بيعيشوا فيه، بل بالعكس في ناس بتقضي فيه شهور وسنوات من حياتهم، في ناس حياتهم بتضيع وسط التشتت. وعشان كده قررنا ان احنا نعمل مع بعض الفيديو ده عشان اساعدك ان انت تقضي على التشتت نهائيا من حياتك. انا علي شاهين وبشارك معاك دلوقتي خبرة مدتها اكتر من 10 سنوات في مجال البرمجة، وفترة طويلة جدا قضيتها بعمل اختبار تحليل الشخصية وبعمل كونسلتيشن وبقعد مع الشباب وبشوف التفاصيل بتاعتهم وبشوف المشاكل اللي موجودة عندهم. وإن شاء الله النهاردة هندي بعض النصايح اللي هتساعدك تماما إن أنت تخلي حياتك أفضل. لكن قبل ما نبتدي مع بعض حابب أفكرك إنك لو حابب تستفيد من خبراتي في البرمجة وفي البيزنس وفي الحياة، اشترك في القناة عشان ما يفوتكش أي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنشره مع أصحابك لو حسيت إن هو يستحق ذلك. فيلا بينا. أول نقطة هنتكلم مع بعض فيها النهاردة وهي إنك مش جامد في كل حاجة. في كتير من الشباب لما بيقعدوا معايا في جلسات تحليل الشخصية بيقول لي أنا جامد في البرمجة وأنا جامد في الترجمة وأنا جامد في السوشيال ميديا وجامد في حاجات كتير قوي. تعرف تعمل إيه أنت؟ كل حاجة زي إيه يعني؟ يا أبو عم، عصوب مستقل، عجلة، ضرار زراعي، بابور طحين، مكن فراي، توك توك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كتر ما أنا جامد قوي في حاجات كتير ما بقتش لاقي حاجة اشتغلها، ما بقتش لاقي حاجة اعملها اصلا. يعني الحقيقة يا صديقي ان انت انت مش جامد في كل حاجة ولا حاجة. انت بتقول ايه؟ انت ممكن تكون بتعرف تعمل حاجات كتير لكن انت مش جامد في حاجات كتير. يعني انت مش ماهر في حاجات كتير، انت مش مميز في حاجات كتير. ده لان كل حاجة من الحاجات اللي انت تعرفها عشان تبقى جامد فيها قوي ومميز اصلا محتاجة منك سنوات ومحتاجة تركيز كبير جدا ومحتاجة انك تتعلم وتطور نفسك فيها لمدة طويلة. فانت مش هتقدر تعمل ده مع كل الحاجات دي اكيد في سنك الصغير. طيب يا سيدي شكرا. فخلينا نتفق مع بعض ان مش معنى ان في حاجة انت بتعرف تعملها ان انت جامد فيها قوي او ان انت ينفع تشتغل فيها او ان انت ينفع تكمل فيها. حاجة انا بعرف اعملها ممكن تكون هواية، حاجة كده سايد كده بعملها مع نفسي، او حاجة اتعلمتها وفرحت بيها لفترة بس مش شرط ان انا اكمل فيها. فخلينا بس نتفق مع بعض على الكونسبت ده. نقطة مهمة جدا لازم تعرفها، فكرة الشخص متعدد الشغف او الشخص اللي بيعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت دي حاجة نادرة ما بتحصلش كتير، وحتى لو هي بتحصل فهي محتاجة عوامل كتير جدا جدا عشان هي تحصل. على سبيل المثال انت ممكن تيجي تقول لي دلوقتي يا باشمهندس طب انت بتقول لنا كلام وبتعمل عكسه. يعني ايه؟ انت دلوقتي بتقول ان انت ما ينفعش تعمل حاجات كتير في نفس الوقت وتبقى انت جامد فيها.
طب ما انت يا باشمهندس بتعمل فيديوهات اهو على اليوتيوب، وعندك شركه برمجه، وعندك موقع بتاع كورسات، وعندك تجاره مثلا في اللابات وحاجات زي كده، فانت ازاي بتقول ان انت ما ينفعش تعمل كل ده مع بعضه وانت بتعمل كل ده مع بعضه؟ هرد عليك واقول لك ومين قال لك ان انا جامد في دول كلهم؟ الحقيقه ان انا عندي تيم جامد في كل حته منفصله، وقادر ان انا اعتمد عليهم وافوض لهم المهام بتاعتهم وانا بادرهم. انما ما تفكرش ان انا جامد في ده كله، وما تفكرش ان انا بعمل كل ده لوحدي، والا مستحيل كنت اقدر اوصل للي انا فيه. فيوم ما انت تقدر توصل لمرحله ان انت تقدر تعين تيم يساعدك وتدفع له مرتبات في ان هو يعمل لك تاسك معينه فتبقى جامده وحلوه لوحدها، وقتها انا معاك اشتغل في كذا حاجه. انما قبل ما توصل للمرحله دي فانت ركز على حاجه واحده بس، ركز على حاجه واحده بس منهم وحط فيها كل طاقتك، وبعدين ابتدي انتقل على الحاجه التانيه. انما كذا حاجه في نفس الوقت ارجوك بلاش الفكره دي، لانها فكره مشتته وهتعمل لك مشاكل فيما بعد. طيب نختار بقى ازاي الفكره اللي احنا المفروض نشتغل عليها؟ ده هياخدنا للمرحله رقم 2. المرحله رقم 2 ان انت نفذ اكتر ما تتكلم. في شباب كتير قوي يقعد يقول لك ايه، انا حلو في البرمجه، او انا هشتغل برمجه، او انا عاوز اتعلم، ابتدي منين؟ طب انا عايز اتعلم الموشن جرافيك، ابتدي منين؟ طب انا عايز اعمل ابتدي منين؟ ابتدي منين؟ وفي الاخر هو ما بيبتديش اصلا، هو كل ده واقف وعمال يتفرج. المثل بيقول لك ايه؟ المثل بيقول لك كلنا قدام البحر عوامين وجامدين قوي، كل واحد فينا ابو هيف. انما جوه البحر الموضوع مختلف تماما. جوه البحر بقى في اللي بيعوم عوم كلابي، وفي اللي بيعوم على قده، وفي اللي بقى فعلا ابو غيف والكلام ده كله. مش هتعرف المعلومه دي غير لما تنزل البحر بجد، ولازم ان انت تدي نفسك وقتك. ما انت النهارده بتدور انك تشتغل شغلانه كويسه، وبتدور ان انت تكسب منها فلوس كويسه، وبتدور لحاجه لمستقبلك، فانت اكيد مش هتوصل لكل ده من غير تعب. فالتعب اللي انت هتبذله هيكون في ان الحاجه اللي انت تحس انها قريبه منك وتحس ان انت يعني متأقلم معاها وقادر ان انت تشتغل فيها، جربها. جرب ان انت تاخد كورس صغير فيها، جرب ان انت تعمل حاجات بسيطة فيها، استثمر جزء من وقتك، وبالذات لو انت صغير فانت تقدر تعمل ده بمنتهى السهولة، وشوف والله هل انا قادر اكمل في الموضوع ده ولا مش قادر. ويا ريت تكون منطقي مع نفسك، وما تتعلمش بس الحاجة الصعبة اللي هي الحاجة التقيلة قوي عشان تثبت ان انت برضو جامد قوي. ارجعك للنقطة اللي فاتت تاني، انت ما انتش جامد قوي، انسى فكرة انك جامد قوي دي خالص. انت تختار اسهل حاجة في الحاجات اللي انت تعرفها وابتدي فوكس فيها الاول. النقطة رقم 3 وهي اختار البيئة المناسبة. انت النهاردة عاوز تلاقي الوظيفة المناسبة ليك، عاوز تكسب فلوس كويسة، وعاوز تبقى بني ادم محترم. فانت ما تجيش تقول لي ان انت عاوز تعمل ده كله وانت قاعد على القهوه، مش هينفع. ما ينفعش ان انت تيجي تقول لي والله انا عايز اختار الوظيفه المناسبه ليا، وعايز الاقي شغفي وانا ماسك دراع البلاي ستيشن وبلعب. ما هو مش منطقي، مش هتعرف تعمل ده. الناس اللي انت بتبقى قريب منهم والناس اللي انت بتبقى معاهم لفترات طويله بيأثروا في حياتك بنسبه كبيره قوي. فلذلك نصيحه لوجه الله، صاحبك اللي انت بتحبه قوي 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 ده وهو اصلا فاشل، معلش اعذرني، ابعد عنه لفتره ما. انت النهارده لو انت مرتبطه بواحد والشخص ده قدامه مثلا 10 سنين عشان يتقدم لك ويتجوزك ولا الكلام ده كله، فمعلش نصيحه لوجه الله، ابعدي عن الشخص ده. اختار البيئه اللي تحط فيها مجهودك، اختار البيئه اللي انت تستثمر فيها وتبقى موجود وسطيها. انت النهارده لما تبقى مع ناس ناجحين، لما تبقى مع ناس كويسين، لما تبقى مع ناس في المنطقه اللي انت عاوزها، في المنطقه اللي انت عاوز تروح لها، ده بيعينك، ده بيساعدك ان انت تكون افضل. فاختيار البيئه المناسبه حاجه مهمه بشكل لا تتخيله في ان انت تقضي على التشتت، لان البيئه بتشتتك. انت النهارده لو صاحبك ده النهارده هو مش كويس قوي وهو لعبي وعايز على طول يلعب، ما هو هيشتتك. انت حتى لو انت مركز غصب عنك هيشتتك. نقطه رقم 4 وهي طلق السوشيال ميديا بالثلاثه. ده انا نسيت اقول لك على حاجه مهمه. خير يا سابعي؟ انت طالق بالثلاثه. انا اكاد ازعم ان من اكبر اسباب التشتت اللي بتحصل للشباب الفتره الاخيره هي السوشيال ميديا. تلاقي العيل من دول قاعد ماسك الموبايل ولا ماسك التابلت بتاعه ساعتين 3 4 5 عمال يقلب مثلا في شورتس وريلز وحاجات على التيك توك وحاجات في الفيسبوك، ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، والموضوع بيتقلب ادمان بشكل غير عادي. وتدور في الاخر تشوف الراجل ده بيعمل ايه ولا عايز يوصل لايه، مش عايز يوصل لحاجه. وتلاقي ان احيانا في واحد عنده هدف جميل، يعني عنده هدف حلو، اللي هو انا داخل اتعلم برمجه، فانا فتحت يوتيوب، فمن فيديو لفيديو من فيديو لفيديو لقيت نفسي ما بتعلمش برمجه، لقيت نفسي بتعلم حاجه تانية اصلا، لقيت نفسي في منطقه تانية تماما وبتفرج على خناقه اميره مع حسين ومع خناقه مش عارف وفاء مع والفيلم ده ما ينفعش يا جماعه. انت كده بتضيع نفسك حرفيا. لازم تركز،
وعشان تركز لازم تمنع التشتتات. واسباب التشتت، السوشيال ميديا سبب كبير جدا في التشتت. نحل ازاي يا باشمهندس؟ الموضوع بسيط قوي. عندك في الموبايل بتاعك في حاجه اسمها الفوكس مود. الفوكس مود ده بيقفل لك كل الابلكيشنز اللي عندك بتاعت السوشيال ميديا اللي في الجهاز، ما عدا الابلكيشنز المهمه اللي انت بتستخدمها. فعل الفوكس مود قبل ما انت تبتدي تشتغل او تبتدي تتعلم او تعمل حاجه مفيده. دي اول حاجه. تاني حاجه، في برامج موجوده برضو على الجوجل بلاي بتوقف لك موبايلك تماما، بتحوله لك كانه موبايل بزراير، اللي هو انت مش هتعرف تستخدمه في اي حاجه خالص، ولا تعرف تخش في سوشيال ميديا ولا الكلام ده كله طول ما انت شغال. وفي منه برنامج اسمه ديجيتال ديتوكس. البرنامج ده فعلا جميل جدا وفعلا بيساعدك قوي في الموضوع ده. اللي انا عاوز اقوله يا جماعه ان لو انت ناوي ان انت تبقى حاجه كويسه، لو انت ناوي فعلا ان انت تركز وان انت تمنع التشتت، لازم تتصرف في موضوع السوشيال ميديا ده باي طريقه، ولازم تحد من الوقت بتاعه. ويا ريت لو انت تقدر تستخدم السوشيال ميديا وانت واقف مش وانت قاعد، ويا ريت تحدد الاوقات في اليوم اللي انت ممكن تستخدم فيها السوشيال ميديا. كل دي حاجات ممكن تساعدك ان انت تقضي على الموضوع ده تماما. رقم 5، خليك في نفسك. كمان واحده والنبي يا ري. بليز خليك في نفسك. فرق كبير قوي ما بين تعامل الناس في الدول بتاعتنا وتعامل الناس في الدول الأوروبية. في الدول الأوروبية وفي أمريكا بتروح ما بتلاقيش حد مركز مع حد، بتلاقي كل واحد ماشي في الشارع مع نفسه. على سبيل المثال بتلاقي الناس دول بيجوا لنا السياح، يجوا لنا مثلا شرم والغردقة، ماشيين ما بتلاقيش حد فيهم بيبص علينا، ما حدش فيهم بيبص على حد. انما بقى تلاقي المصريين ماشيين بقى مبحلقين في الأجانب. هاي 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 هاي. واخد انت الموزه وسايبني مع العواجيز. انبر في امها. بحلقه مش طبيعيه. طب يا عم انت خليك في نفسك، انت ليه مركز مع غيرك؟ خلي بالك انت كل ما انت بتخرج من نفسك اللي هي انا بسميها ارضك، كل ما انت بتخرج من ارضك وتروح على ارض غيرك، انت مش متخيل انت بتخسر قد ايه. على سبيل المثال تركيزك مثلا مع المشاكل والصراعات، انت مثلا حد وانت بينك وبينه مشاكل، تركيزك مع المشاكل والصراعات دي بيخليك ان انت تنسى رسالتك الاساسيه والحاجه اللي انت اصلا كنت جاي عشانها، الحاجه اللي انت اصلا كنت عايز تعملها انت نسيتها وركزت في الصراعات والمشاكل. تركيزك مثلا ومقارنتك مع الاخر، انت مثلا ممكن يكون في واحد صاحبك ولا واحد قريبك انت قاعد عمال تقارن نفسك معاه، انا دلوقتي جبت درجه مش عارف ايه وهو جاب درجه مش عارف ايه، انا جبت عربيه وهو ما جابش مش عارف ايه، طب هو اتعين في مش عارف مين وانا اتعينت في مش عارف ايه. غلط. انت النهارده ما ينفعش ان انت تبني حياتك على الاخر، انت لازم تبني حياتك على نفسك انت، تبني حياتك على معتقداتك انت، على اللي انت عاوز توصل له. لذلك الحل في الموضوع ده هو الاتي: لازم تعود نفسك انك ليك فتره في يومك انت قاعد فيها مع نفسك، بتتكلم فيها مع نفسك، بتكتب. تعود ان انت تفتح النوت باد وتكتب الافكار اللي في دماغك كلها. ده هيساعدك جدا ان انت تبقى مركز مع نفسك، تصاحب نفسك. حتى لو انت مالكش صحاب عادي، مفيش مشكله خالص، انت صاحب نفسك مفيش اي مشكله تماما. لكن ضروري جدا جدا ان انت تبقى مركز وعينك على نفسك. ان لم تكن لك رساله فانت جزء من رساله الاخرين. كمان اللي انا عاوز اقوله لك انك لازم تكون انت اللي بتعمل الفاليديشن على نفسك. لازم الصح والغلط يطلع من جواك انت، ما يبقاش طالع من عيون الناس، لان هو لو طالع من عيون الناس فانت خلاص بقى سهل عليك انك تتشتت، بقى سهل عليك ان انت تعمل اللي الناس عاوزاه مش اللي انت عاوزه. فمن اول اساسيات التركيز وعدم التشتت تركيزك مع نفسك انت. رقم 6، اسمح لنفسك ان انت تغلط. من ضمن الحاجات اللي بتتعب الناس كتير وبتخليهم مش قادرين ياخدوا اي خطوة ولا قادرين ان هم يتحركوا، ان هم خايفين يغلطوا. الراجل اللي كان محتار بين الوظائف الكتير قوي اللي هو كان عاوز يوصل لها دي والحاجات الكتير اللي هو كان عاوز يعملها، مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو خايف يدخل في مجال فيغلط فيضيع وقت، فيبقى هو كده خلاص خسر الحاجه اللي هو عملها. اللي انا حابب اقوله لك ان مفيش حاجه هتدخل فيها في حياتك هتخسرك، مفيش حاجه هتدخل فيها في حياتك وهتخليك وحش ولا هتضيع عمرك ولا الكلام ده كله. كل دي حاجات في الاخر هتتقاطع وتؤدي انك توصل لهدفك. لكن لازم انت تكون موقن بده، ولازم انت تبتدي تجرب وتقبل فكره الخساره، لان المبدا بيقول لك ايه؟ اشتغل اكتر، تغلط اكتر، ما تكملش بقى، تتعلم اكتر، تسبق الاخوه الحلوين اللي مش عايزين يخشوا في اي تجارب وخايفين يغلطوا. فكل ما انت بقيت جريء اكتر، وكل ما انت بقيت مقبل ان انت تاخد تجارب جديده وان انت تقبل الخساره والكلام ده كله، كل ما انت بقى عندك القدره انك تكسب اكتر، ان كان ماديا او ان كان معنويا او اجتماعيا. نقطه رقم 7، وهي لا تقبل انصاف الفرص. في ناس كتير بييجوا يقول لك ايه؟ بص بقى انا مش لاقي شغل، فانا هشتغل شغلانه
الشغلانه دي اللي هو ايه هقعد فيها فتره اللي هو يعني ماشي حالي كده لحد ما الاقي وظيفه تانية وبعدين ابقى اتنقل عليها. وساعه لما يجي يتنقل على وظيفه تانية هيتنقل من مبدا المضطر، انا مضطر دلوقتي ان انا اغير وظيفتي لان انا خلاص انا مش قادر اقعد في الوظيفه اللي انا فيها، لان انا قبلت في الاول نص فرصه مش فرصه حقيقيه، فيتنقل للوظيفه التانية وهو مضطر فيختار غلط، فيضطر ان هو تاني يقعد يستحمل وبعدين مشي حالنا وبعدين نتنقل على حاجه تانية، فيفضل طول حياته مشتت ويفضل طول حياته مش قادر ان هو يبقى في الحاجه اللي هو عاوزها. فصدقني يا صديقي لو انت عودت نفسك انك تقبل نص فرصه هتتعب كتير جدا في حياتك. زي مثلا البنت اللي هي ايه عايزه دايما تكون مرتبطه، عايزه دايما في حياتها تكون قاعده مرتبطه، دايما معاها واحد كده في حياتها. طب يا ستي الواحد ده هيتجوزك، الواحد ده هيتقدم لك، الواحد ده هيعمل حاجه في حياته دي كلها، لا بس هو يعني هيعمل ان شاء الله باذن الله، ولو لقيت فرصه تانية ما فيش مشكله. في ناس للاسف عندها المبدا ده، ومش بنات بس، ولاد برضه، لو طب ماشي خلاص انا دلوقتي ولو لقيت حاجه احسن. بلاش موضوع لو لقيت حاجه احسن، طب ما تركز وتاخد الحاجه الاحسن. حاول ان انت دايما ترجع وتقعد مع نفسك تاني، برضو ارجعك تاني النقطه اللي فاتت، وتكتب ايه طلباتك، ايه الحاجه اللي انا عاوزها، يبقى في عندك ستاندرد لطلبك. طلبك ده لو انت لقيته روحه، ما لقيتوش ما تقبلش نصه، يا اما ترجع انت بقى تعدل طلبك. ليه؟ عشان لما يجي لك نصه اللي انت عدلته ده تبقى انت قبلته وتبقى انت راضي بيه، ما تبقاش انت قاعد دايما ساخط ودايما قاعد متضايق من الاختيار اللي انت فيه ودايما عاوز تغيره عشان هيبقى فيه حاجه احسن. عمر ما هيبقى فيها حاجه احسن بالاسلوب ده، تفضل طول عمرك مشتت وبتلف حوالين نفسك. فلازم ترضى بالحاجه اللي في ايديك، ولازم الحاجه اللي انت ترضى بيها دي تبقى فرصه كامله بالنسبه لك، وتبقى حاجه بالنسبه لك خلاص انت رضيت بيها والدنيا بالنسبه لك تمام وزي الفل. اهم حاجه عاوز اقولها قبل نهايه الفيديو يا جماعه، ان انت هتفضل طول حياتك عمال تدور، وهتفضل طول حياتك عمال تحاول، وهتفضل طول حياتك عمال توصل، وكل ما هتوصل كل ما هتفكر انك توصل لحاجه احسن. فما تفكرش ان في نهايه، مفيش نهايه، النهايه هتبقى في اللحظه اللي انت هتموت فيها. اليوم اللي انت هتموت فيه واللحظه اللي انت هتموت فيها هيبقى في عندك تو دو ليست فيها تاسكات المفروض تخلص، هيبقى في عندك احلام انت كان نفسك توصل لها، وهتزعل على اللي انت ما عملتوش مش على اللي انت عملته. ما تقلقش خالص من الموضوع ده، حياتك دايما هيبقى فيها جديد. فانت حاول تاخد اللي موجود في حياتك دلوقتي وترضى بيه وتتبسط بيه، وبعدين تبقى تفكر ازاي تطوره من منطلق بقى ايه، ان خلاص احنا تمام ما عندناش اي مشكله خالص، هنطور على الكويس، مش عايزين نعدل الوحش. دي من ضمن الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تعرفها عشان ما تتشتتش في حياتك. اتمنى يكون الفيديو فادك وقدم لك حاجه جديده. يا ريت تكتب لي في التعليقات لو انت حسيت ان انت استفدت، وتقول لي ايه اللي انت استفدت بيه من الفيديو، وحابب ان احنا نقدم لك ايه في الحاجات اللي زي دي فيما بعد. اشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.